ايه رايكم في الحلاوه دي؟ تعالوا نشوف بقى احنا عملناها ازاي. ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله مع بعض النهارده كده هنعمل حاجه حلوه بسيطه كده وسريعه. لو اول مره بتشوفيني ارجو منك سبسكرايب، تفعيل زر الجرس والاشتراك في القناه، وكمان لايك حلو من ايديكي. تعالي نشوف كده بسرعه نعمل ايه. عندنا كده لتر لبن، يستحسن ان هو يكون ساقع او على الاقل يبقى دافي. هنحط كده معلقه من الدقيق، شويه دقيق بساط كده، كله على البارد يا جماعه. معلقه كده من الكاكاو او معلقتين، معلقتين كده من النشا، خلاص. شويه من السكر زي ما انت بقى حابه براحتك، بتحبيه مسكر قوي بتحبيه وسط براحتك اهو. مش هكتر قوي برضو عشان ما يبقاش يعني لسه معايا. ابتدي كده ايه، اقلب كله على البارد يا جماعه، عشان لو عملتيه وهو سخن او دافي هيكلكع معاكي مش هيبقى حلو اهو. انا لسه هرفعه على النار. اهو تعالوا نشوف بقى كده هنعمله ازاي على النار. كده انا رفعتها على النار اهوت، بقالها شويه لحد يعني ما ايه بدات ان هي تتماسك شويه اهو. كأنك كده هتعملي ايه حاجه زي المهلبيه كده اهو. تفضلي تقلبي فيها لحد ما تعمل معاك القوام المطلوب زي البشاميل التقيل شويه كده. تمام. خلاص. انا بحتاج ايه تاني؟ بحتاج بسكوت ساده يا جماعه. اي نوع بسكوت عندك متوفر، اي نوع بسكوت ساده، المهم يبقى ساده اهو. عايزه تحطيه كده زي ما هو هتحطيه، عايزه تطحنيه او تضربيه في الخلاط براحتك. خلاص. انا هخلصها يعني احصل على القوام اللي انا عايزاه وبعدين هوريها لكم تاني. دلوقتي يا بنات دي الخطوه اللي انا بحبها من نفسي. تعالوا شوفوا بقى هعمل ايه. مكعب شوكولاته كده كرون او اي نوع عندك، مكعب كده يكون كويس، تحطيه في طبق كده وهتاخدي كده كبشه او اتنين براحتك اهو. انا عايزه اعمل لها وش، وهبدا كده ايه بالراحه ادوب الشوكولاته مع المقدار اللي انا خدته من هنقول عليها مهلبيه ماشي اهو. لحد ما تسيح معايا، وبعدين هعمل معاكم حركه حلوه جدا هتعجبكم قوي. خلاص يا بنات، انا دلوقتي بعد ما سيحتها اهوت، شايفين كده اهو، وصلت للقوام اللي انا عايزاه. والمكعب بتاعي اللي انا حطيته بتاع الشوكولاته ساح خالص اهو. شايفين اللون بتاعي كمان اغمق معايا عشان الشوكولاته اللي معايا دي دارك. هحط عليها نص معلقه من القهوه، مش هحط كتير اهو. خلاص. واقلبها تاني. ده للوش بتاع الطبق اللي انا هعمله معاكم دلوقتي، هرصه معاكم واوريهولكم اهو. خلاص كده الوش بتاعي اصبح جاهز. خلاص تعالوا نشوف هنعمله ازاي. كده هنرص الكلام ده ازاي. هجيب البسكوت كده هكسره، عايزه تحطيه زي ما هو حطيه زي ما هو براحتك اهو. متنسوش بقى اللايك يا بنات. حط كمان في الكوبايه دي، في الكوبايه دي. خلاص. هاجي هنا معايا بقى، طريقتها سهله مفيهاش اي حاجه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني تغيير، وقيمتها الغذائيه عاليه جدا، كلها لبن. اعتقدش يعني في حد مش هيحبها اهو. انا بعملها يعني كتير،
فقلت ايه النهارده بقى اصورها كده معاكم عشان تشوفوها للي حابه ان هي تقوم تعملها. مش هتحتاج اي حاجه، هما شويه بسكوت وكيلو لبن او لتر لبن، وهتقومي تعمليها على طول، مش محتاجه اي حاجه منك، شويه دقيق شويه سكر خلاص. اعملها في طبق احسن. دي الاطفال يدمنوها، يحبوها جدا جدا جدا. خلاص، عاوزه تعمليها من غير بسكوت برضه تبقى حلوه، مش تبقى وحشه. نعمل الاطباق كده بس. خلاص اهو كده زي ما انت شفتي. هاجي بقى ايه، انا لو حطيتها دلوقتي الصوص، يعني الصوص ده هيخش في ده ومش هيبقى حلو، فانا هحط ده لوحده واحط ده لوحده لمده ساعه، وبعد كده بقى لما ده يكون مسك شويه هحط عليه الخليط ده. ساعه كده خلاص. تعالوا نشوف بقى احنا هنرصها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. حاجة سهلة وبسيطة، مش هتاخد منك اي حاجة خالص، لكن تغيير وفي نفس الوقت حاجة حلوة وجديدة اهو. انا كنت محمصة كده شوية سوداني اهوت، تحطه على الوش وخلاص. تقعد حوالي في التلاجة 3 ساعات او 4 ساعات بس كده. جربوها هتعجبكم. ارجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واللايك الحلو من ايديكم، مش هخسركم حاجة. شكرا حبيباتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.